ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ كالعادة معاكم حسام في فيديو جديد وهاتف جديد. ان شاء الله الهاتف اللي هنتكلم عنه النهاردة من شركة شاومي، فئة البوكو خصيصا، وهو بوكو ام 3 برو او ام 3 برو، طبعا النسخة ال 5 جي. بما ان احنا عارفين ان الاسعار في مصر والسوق والاسعار عماله ترتفع يوم بعد يوم، فخلينا نتكلم على تليفونات تكون 5 جي مواصفاتها حلوه وفي نفس الوقت سعرها قليل. عشان كده هنتكلم عن الهاتف ده النهارده، هنستعرض المميزات اللي موجوده فيه والعيوب بتاعته وسعره. لكن زي ما بقول دايما، لو عندك اي سؤال ما تنساش تكتبه في الكومنتات، ولو عايز اي هاتف برضه اكتبه في الكومنتات. ويلا بينا نبتدي بالبوكو ام 3 برو. اول معلومه عايزك تعرفها عن البوكو ام 3 برو هو ان الهاتف بيدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس. زي ما انت شايف هنا كده تقدر تركب خطين نانو سام وفي نفس الوقت تزيد الميموري او المساحه بتاعه الهاتف. اما بقى سرعه الانترنت في الشبكه ال 4 جي فهي 800 ميجا بايت في الثانيه الواحده، وسرعة الإنترنت في الشبكة ال 5G 2.3 جيجا بايت ثانية واحدة. وزن الهاتف 190 جرام، وده التصميم بتاعه زي ما انتوا شايفين. ده الشاشة، ده تصميم الهاتف، والوزن ما هوش تقيل لأنه 190 جرام فقط. اما بالنسبه لمساحه التخزين بتاعه الهاتف فزي ما انتم شايفين هنا 128 جيجا مع 6 جيجا رام. وانا قلت في الاول ان في مكان منفصل للميموري تقدر تزيد ميموري كارد هنا كده، ولكن بحد اقصى ما تزيدش عن 128 جيجا علشان التليفون ما يعملش منك لاج، لان الرام 6. اوكي، تعالوا بقى نبتدي باهم حاجه في الهاتف قبل حتى المعالج، وهي الشاشه بتاعه التليفون. حجم الشاشه 6.5 انش، نوعها اي بي اس ال سي دي، جودتها فول اتش دي بلس، ودقتها 1080 في 2400 بكسل بكثافه بكسلات 405 بي بي اي او بكسل في البوصه الواحده. اقصى سطوع للشاشه 500 نتس، والجميل ان الشاشه عليها طبقه حمايه من الجوريلا جلاس 3 علشان تحمي التليفون من الصدمات اذا اتخبط خبطه مباشره في الشاشه. يعني التليفون اصلا بيجي متركب عليه شاشه حمايه جاهزه، مش محتاج ان انت تشتريها، وعليه جوريلا جلاس 3 علشان ما يتكسرش منك بسهوله. تاني اهم حاجه في التليفون وهو السرعه او المعالج بتاع الهاتف. المعالج بتاعه ميديا تك دايمن سيتي 700 5G، معماريه 7 نانو، طبعا اوكتا كور، ونظام التشغيل اندرويد 11 مع الواجهه بتاعه شاومي ام اي يو اي 12. تعالوا نتكلم عن الكاميرا بتاعه البوكو ام 3 برو، بعدين نفتح الكرتونه نشوف ايه اللي موجود جواها. زي ما انتم شايفين هي عدسه واحده هنا كده، كاميرا واحده اماميه ده مكانها، وفي الظهر في واحد اتنين تلاته، تلات عدسات مع الفلاش. خلينا نبتدي بالكاميرا الاماميه. العدسه اللي في الامام دي دقتها 8 ميجا بكسل، بتيجي فتحه عدسه 2.0 وفيها تقنيه الاتش دي ار. لو هصور بيها فيديو اعلى تقنيه معاك هي 1080 بكسل اللي هي فول اتش دي. اما لو رحنا بقى عند الثلاث عدسات اللي موجودين في الظهر زي ما انتم شايفين، الرئيسيه اللي جنب الفلاش اللي هي اول واحده فوق دقتها 48 ميجا بكسل، بتيجي بفتحه عدسه 1.8. تمام. في عدسه تانية، التانية والتالتة او الاتنين اللي تحت بعض دول دقتهم 2 ميجا بكسل، فتحت عدسه 2.4، ولكن واحده بتاعت الماكرو تصوير الاشياء القريبه، وواحده بتاعت عزل الخلفيه. لكن لو انا هصور فيديو بالكاميرا الخلفيه، معاك تقنيه ال 2160 بكسل اللي هي 4K، ومعاك 1080 بكسل فول اتش دي، واقدر اصور بيه فيديو بالكاميرا الخلفيه بتقنيه سلو موشن او بالحركه البطيئه. والكاميرا الخلفيه اصلا فيها شويه مميزات زي الاتش دي ار وعزل الخلفيه والتركيز التلقائي اللي هو البي دي اي اف والبانوراما واعدادات الاي اس او. ده كان بالنسبه للكاميرا الخلفيه. تعالوا نشوف ايه اللي موجود داخل الكرتونه، وبعدين نتكلم على بعض المواصفات اللي لسه موجوده في البوكو. زي ما انتم شايفين ده اللي موجود داخل الكرتونه بتاعه البوكو ام 3 برو. ادابتر الشحن، واير الشحن اليو اس بي تايب سي لان التليفون بيدعم الشحن السريع، وهنا كده هتلاقي الدبوس المعدني وكفر شفاف للهاتف زي ما انتم شايفين. للاسف السماعه الاي او اكس او اللي هي السماعه السلك مش موجوده في الكرتونه، ولكن هنا كده في منفذ للسماعه الاي او اكس لو انت حبيت تركب له سماعه واير. اصدار البلوتوث بتاع البوكو ام 3 برو 5.1. طبعا اي تليفون شاومي لو هو الفئه بتاعته عاليه لازم يدعم خاصيه الاي ار بلاستر او اللي هي التحكم في الاجهزه الكهربائيه اللي موجوده في المنزل عن بعد من خلال الموبايل. منفذ الشحن اللي موجود قلنا ان هو بيدعم الشحن السريع اللي هو ده يو اس بي تايب سي، طبيعي علشان يدعم الشحن السريع. والمكان اللي بفتح منه الهاتف اللي هو الزر الباور ده هو نفس المكان بتاع بصمه الاصبع. البطاريه اللي موجوده في البوكو ام 3 برو 5000 ملي امبير، قلنا ان هي بتدعم الاوتو جي او الشحن السريع اللي قوته 18 واط. الادابتر اللي بيجي مع الواير جوه الكرتونه 18 واط. بسعر التليفون ده كام؟ بما انه 5 جي و128 جيجا المساحه، والمعالج ميديا تك دايمن سيتي 700، والكاميرا كويسه جدا، و5 جي في النهايه، التليفون ده سعره
5520 جنيه النهارده في ظل ارتفاع الاسعار اللي احنا فيه ده. فاي حد بيدور على هاتف يكون 5G مواصفات عاليه او اعلى من المتوسط ومفيش معاه غير 5000 جنيه، قدامك الاوبشن ده من بوكو او من شاومي، اوبشن كويس جدا. اللي عايز اي سؤال يكتبه لي في الكومنتات، اللي عايز مقارنه بين اي تليفون وتليفون تاني برضو يكتبه لي في الكومنتات. مش عايز اطول عليكم، واشوفكم في فيديو جديد قريب. سلام.